السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا مساء الفل على عيونكم، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، يومكم كله خير وفرحة وبركة وتفاؤل. قبل ما نبتدي الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. مع بعض النهاردة هنعمل الفطير، هنعمله على الطاسة من غير ما نشغل الفرن خالص، هيطلع معانا حلو جدا. تقدري تعمليه بمنتهى السهولة، حاجة سهلة وسريعة، بيطلع معانا مورق وحلو جدا زي ما انتم شايفين. من جوه طالع معانا هايل. ان شاء الله تجربوه. نقول بسم الله والصلاة والسلام على اشرف خلق الله وندخل على بركة الله. نبتدي الفيديو. اول حاجة هيكون معانا كيلو من الدقيق، طبعا مهم جدا ان احنا ندخله. زي ما انتم شايفين بقى بندخل كل كمية الدقيق، وزي ما تحبي تقدر تعملي كيلو او 2 كيلو زي ما تحبي. بعد كده هنحط حوالي نص معلقة صغيرة من الملح، وكمان هنحط حوالي 4 معالق كبار من السكر. هنقلب بقى كل الخليط ده كده مع بعضه الجاف. وبعد كده هننزل بالمية شوية شوية، مية عادية خالص من الحنفية يا جماعة، شوية شوية كده لحد ما تكون عجينة معانا ملمومة. ممكن الكيلو ياخد كوبايتين او 3 كوبايات من دقيق، للتاني بيختلف. فاحنا مش هنحدد كمية المية، انت بس شوية شوية كده لحد ما هتلاقيها ادتنا كده عجينة ملمومة وناعمة. زي ما انتم شايفين كده بنزل شوية شوية لحد ما ما نلاقي العجينة ملمسها في ايد انت تعرفيه كده. هتلاقيها مجرد ما دي اختفى كده وتلاقيها ملمسها، ولا هي متماسكة قوي ولا هي طرية خالص. عارفين يا جماعة في الوقت ده يستحسن خالص انك تعجني على الرخامة. شايفين؟ خدي ودي بقى على الرخامة زي ما انت عايزة، ده كده بديل للعجان. شايفين؟ تشيلي كده العجينة اهو زي ما انتم شايفين كده، تهبديها كده على الرخامة وتفضلي تعجني فيها كده. في الاخر هتدينا ملمس ناعم وبمنتهى السهولة هتعجنيها، ومش هتاخد منك وقت خالص، مش زي ما تكون في بولة كده وبتعجني فيها. رخامتك طبعا مغسولة ومتعقمة ومتنشفة كده، وتروحي شغالة عليها على طول. تحطي العجينة زي ما انت شايفة كده، ونبتدي نعجن في الفطير بتاعنا. طبعا بيبقى محتاج شوية عجن كده عشان يدينا عرق. برضو تقدري تجربي الاول في كيلو من الدقيق، ما بياخدش وقت خالص، وخصوصا كمان فطير الطاسة ده بيبقى سهل جدا. ولا تشغلي فرن ولا اي حاجة، تشغلي كده عين البوتاجاز. وزي ما هنشوف خلال الفيديو هنشوف هنعمل الفطير على الطاسة ازاي مع بعض اهو. بنشوف كل الخطوات ابتدت تنعم معانا. اول بقى ما توصل للملمس اللي انتوا شايفينه ده، هنبتدي بقى نريحها حوالي 10 دقايق. شايفين يا جماعة بتمط وبقت معانا في منتهى الجمال. بعد ما ريحناها بقى هنجيب الصينية دي ندهنها زيت، ونبتدي نقطع الفطير بتاعنا. يعني انت ممكن مثلا تقطعي
3 كور كبار شوية، وتقطعي مثلا حوالي مثلا 20 كورة، او يعني مثلا كل 6 أو 7 كور صغيرين. هنفردهم طبعا واحدة ورا واحدة كده، وايه ومن الاخر خالص نفرد الكرة الكبيرة ونحطهم في وسطيها. العجينة يا جماعة معانا هايلة والله، طالعة معانا ولا احلى من كده. شايفين؟ وناعمة جدا، شايفين ملمسها اهو. مهم جدا برضو يكون عندنا كده نوعية زيت كويسة نشتغل بيها اهو. بوريكم الملمس بتاعها حلو هايل جدا. مجرد كده ما تعجني على الرخامة بتدينا عجينة في منتهى الجمال، بتغنيكي خالص عن العجان. واحدة واحدة كده لحد ما نخلص كل الكمية. في الوقت ده بقى طبعا بنمسح وشهم كله بزيت، وبنغطيهم ونسيبهم بقى حوالي ساعة او نص ساعة، وبعد كده ناخد واحدة واحدة كده ونشتغل بالراحة اهو. زي ما انتوا شايفين كده نبتدي نفرد كورة كورة. معانا زبدة، طبعا الزبدة دي اللي احنا عملناها مع بعض على القناة. ممكن طبعا تحط سمنة بلدي، وممكن على الزبدة دي برضو تروح حاطة معلقتين من السمنة البلدي، تحط عليهم معلقتين من الزبدة وبرضو تشتغلي بيها. طبعا ما يهمكيش خالص لو حاجة اتقطعت او كده، كله هيتدارى. ما بين كل واحدة وواحدة كده ندهن طبعا بالزبدة، سواء بدرجة حرارة الغرفة او انت مسيحاها، مش هتفرق خالص. تقدري تعملي بقى 5 6 كور كده على بعضيهم. طبعا طرق الفطير كتير خالص يا جماعة، يعني بيتعمل بكذا طريقة. بنبتدي نفرده زي ما انتوا شايفين اهو، ونحطهم على بعض. بعد ما فردنا بقى الكرة الكبيرة نبتدي ننزل بالكور اللي هي الصغيرة اللي فردناها، ونبتدي برضو نحط سمنة او زبدة، ونبتدي نقفل زي ما انتوا شايفين كده. محضرين طبعا صواني، مثلا ايه صينية مقاس 26 او 24 حسب انت ما تشوفي حجم الكرة بتاعتك قد ايه اهو. كلها هوا وحلوة جدا. بنلمها كده بقى زي الكرة ونحطها على طول على ايه صينية مدهونة مثلا ايه قطعة سمنة خفيفة. عملنا برضو تاني واحدة، عملنا كذا كورة فردناهم برضو حطيناهم ايه فوق بعض، وما بين كل واحدة وواحدة طبعا بندهن بسمنة او بزبدة على سمنة المتوفر عندك. وقبل ما بنفرد كده ايه العجينة على الرخامة، بندهن الرخامة بتاعتنا شوية من الزيت، مسحة من الزيت كده. شايفين يا جماعة؟ بتفرد معانا هايلة جدا، حلوة قوي. هنجيب بقى كل الكور بتاعتنا وهنبتدي نحطهم في نص الكورة الكبيرة اهو بنفس الطريقة دي، ونفردها. ونبتدي بقى نلم الاطراف كده، لو في طرف كده تخين او حاجة نبتدي نفرده. ان شاء الله تجربوه كده بالطريقة دي وتقولي رأيكم في الكومنتات ايه. ويا ريت بقى اللي ما اشتركش في القناة يشرفني وينورني بالاشتراك. وما تنسوناش اهم حاجة يا جماعة باللايك، اللي وصل معانا لحد كده بقى ما ينسناش باللايك. نجيب الصينية التانية ونبتدي برضو بنفس الطريقة. شايفين الهواء اللي داخل جوه الفطيرة؟ حلوة جدا. بنكرر بقى ايه برضو العملية دي كده. بنعمل ايه 3 فطيرات، بنسيبها تريح يا جماعة حوالي، بص ممكن تعملها من بالليل للصبح، ممكن 3 4 ساعات. كل ما بتسيبيها تريح طبعا احسن كتير. هنبتدي بقى نفردها
بتتفرد معانا بقى بمنتهى السهولة. مجرد كده ما بنفرد بالراحة خالص بنلاقيها ملت الصينية. بنفس الطريقة برضو بنفرد ال3 فطيرات. لما بقى هنسويه يا جماعة هنبتدي بقى ايه على نار كده متوسطة، ونبتدي انا حطيت ال3 صواني وبتغطيهم. مجرد ما تلاقيها اتشمعت شوية كده نبتدي نقلب الفطيرة اهو. مجرد ما احس انها لونت كده من قاع الصينية يعني ابتدي ايه اقلبها على الوش التاني. شايفين هايلة ولا احلى من كده، حلوة جدا. عملنا بقى ال3 فطيرات بنفس الطريقة طالعين معانا هايلين ومن جوه مورقين خالص وفي منتهى الجمال، ما خدوش وقت خالص معانا. تقدري بقى تعمليهم لفطار او لغدا زي ما تحبي. يبقى كيلو دي عمل لنا 3 فطيرات حلوين جدا. وبكده خلصنا وصفتنا، يا رب تعجبكم وتنور رضاكم ونكون دايما عند حسن ظنكم. انتظروني بقى في فيديو جديد ووصفة جديدة، واسيبكم بخير واشوفكم بخير، والسلام عليكم. دمتم في امان الله ورعايته، مع السلامة.